مساء الخير السيدات والسادة الحضور من ضيوف المهرجان، الزملاء الأعزاء من صناع السينما من جميع أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بكم في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية الدورة السادسة. أقف اليوم أمامكم لأتكلم عن المسؤولية التي نتقاسمها جميعا، وهي مسؤولية تسليط الأضواء على أكثر أوقات الإنسان ظلاما. فنحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، وعلينا واجب، لأننا رواة القصص غير المروية الأصوات الصامتة وحاملو الحقائق غير المريحة. ومن قصص اليأس نستطيع أن نسلط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع. لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير، لأن القهر ليس مجرد فصول تاريخية، ولكنه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء. فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية وأملا في وجه الظلام. السيدات والسادة، أشكركم جميعا على الحضور. وأنا في هذه الكلمة مكتوب هنا أن أطلب من حضراتكم أن تقفوا حداد، ولكن أنا مش هطلب الطلب ده، لأن الحداد كما نعبر به عن الحزن فهو دافع للنسيان، وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريدكم أن تنسوا. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، وأرجو أن تقضوا أوقاتا جميلة معنا هنا في مهرجان الجونة.